الفيلم ديالنا كيبدا مع بنت صغيره سميتها زينب في عمرها 10 سنين كتلعب مع صاحبتها. في نفس الوقت اب زينب دولت خان كان جالس مع صاحبه شهباز كيقول ليه ما يبقاش هكا هربان وبلي خاصو يرجع للقبيله ديالو، خاصه هو قائد القبيله والمشكل اللي بينه وبين تورغول ضروري يتحل. شويه دخلت عليهم زينب وعطاها شهباز واحد الدميه، من بعد مشات لعند ماماها الاركي كتعلمها كيفاش تقرا وتكتب. في الليل دولت خان مشى لعند تورغول باش يحلوا الخلاف اللي بيناتهم. في الطريق وقفات الطوموبيل وكانوا فيها رجال تورغول، وداو دولت خان لعند تورغول. قال ليه دولت خان المشكل اللي بيناتنا قتل لي 4 من ولادي وغسلتهم بيديا، هذا المشكل خاصو يتحل. قال ليه تورغول انت ماتوا ليك 7 ديال الرجال اما انا ماتوا لي 10، وانت عارف احنا عندنا العين بالعين. دولت خان قال ليه شحال هادي كنا اصدقاء دابا ولينا اعداء، واش مازال مجال الوقت ننهيو هاد الحرب اللي بيناتنا؟ قال ليه تورغول الحل الوحيد اللي كاين باش نساليو هاد الحرب هو يكون بين القبيلتين تعاهد زواج. قال ليه دولت خان هذا شرف لينا، ولكن غادي تصدم دولت خان فاش قال ليه تورغول باللي هو باغي يتزوج بنته زينب. قال ليه دولت خان البنت باقا طفله وماشي ديال الزواج. تورغول قال ليه هذا هو الحل اللي كاين. في الاخير دولت خان وافق ومشى عند مراته الاركي، قال ليها بلي غادي يرجعوا للقبيله ديالهم وغيزوج بنته زينب لتورغول، وبلي هاد الزواج سر حتى واحد ما خاص يعرفو. الاركي تصدمات وبقات غير ساكته. في النهار الثاني مشات لعند بنتها، نزلوا لقامو كتحاول تفهمها المعنى ديال الزواج، ولكن غيبان ليها بلي بنتها باقا صغيره وما عارفه والو. جاء النهار ديال الزواج، الاركي كانت في واحد البيت كتوجد بنتها زينب، اما الاب ديالها دولت خان كيستقبل في رجال تورغول. دخلهم وجلسوا كياكلوا بين موجودات الاركي زينب ويديوها للعريس ديالها. شويه ناض دولت خان باش يجيب زينب، بقى كيدق في الباب ولكن حتى واحد ما حل ليه الباب، واخا كيسمع زينب وامها كيهضروا فغيدفع الباب ودخل. والمفاجاه ما لقى حتى واحد في البيت، والهضره اللي كان كيسمع كانت الاركي مسجلاها باش تربح الوقت الكافي اللي تهرب فيه. دولت خان مشى قالها رجال تورغول وقال ليه غورزانغ باللي غادي يلقى مراته وبنته وغادي يعاقبهم، وهو عارف مزيان العقاب اللي كيهين شرفهم. دولت خان قال شهباز يلقى الاركي وزينب. قبل ما يلقاوهم رجال تورغول شهباز مشى كيقلب عليهم حتى كان قريب غير يلقاهم. وصلوا عليه رجال تورغول وقال لهم ما كاينينش هنا، قالوا ليه يمشي معاهم حيت هو عارف هاد المنطقه مزيان. واحد الشاحنه كانت غاده في الطريق كان سايقها سهيل. شويه وهو يسمع شي اصوات، حبس باش يشوف شكون، فغادي يلقى الاركي وبنتها زينب وقال لهم ينزلوا. وهو غادي الاركي وقفات قدامه قالت ليه كيفاش عطاتك خاطرك تخلينا هنا، زائد عندي بنت صغيره ومريضه، فغيبقاو فيه وغيقول لهم يطلعوا. شويه بانوا ليها طوموبيلات تورغول وبقات كتخبى. قال ليها سهيل مالك اشنو كاين؟ الاركي قالت لي هادو رجال تورغول غادي يقتلونا. سهيل غير سمع تورغول خاف حيت كيعرفهم مزيان. قال ليها انا ما عندي ما ندير بالمشاكل، غادي تنزلوا هي غتنزلوا. الاركي جبدات المسدس اللي خداته لدولت خان، قالت ليه الا وقفتي غادي نقتل البنت ونقتل راسي. سهيل خدا ليها المسدس. وقفوه رجال تورغول قال لهم سهيل واش كتقلب على وبنتها؟ قال ليه غورزانغ قال ليه سهيل راه لقيتهم متخبيين ونزلتهم في الطريق. ومشى سهيل في وسط الطريق، الاركي وبنتها خرجوا فين كانوا متخبيين، كملوا طريقهم حتى وصلوا لواحد الاستراحه. قال لهم سهيل ما يخرجوا حتى يقولها لهم، ولكن غير خرج سهيل زينب قالت لماماها باللي خاصها تمشي للحمام. الاركي داتها للحمام واخا كانت متفقه مع سهيل ما يخرجوش. البلاصه اللي كان جالس فيها سهيل سمع في الراديو اعلان اختفاء عن امه وبنتها وباللي كانوا باغيين يزوجوا بنت صغيره. ملي كانوا غاديين شافهم واحد الراجل واتصل بغورزانغ وعطاه رقم الشاحنه ومواصفات سهيل. مشى غورزانغ لمكان الاستراحه، بقى كيهضر مع الراجل اللي كان جالس مع سهيل. فوق شاف سهيل وشاف الاركي معاه، قال ليه بلي ما شاف سهيل هذه مده وما شافش نهائيا الاركي. غورزانغ تعصب
وقتلو. من بعد قال شهباز ما يقدرش يزيد يبعد اكثر من هكا. شهباز قال لي غير سير انت، انا غنقلب عليهم. سهيل خسرت ليه الشاحنه، هبط كيصايبها شويه، كيبان ليه شهباز كيقرب ليهم، جبد بندقيه وطلق عليه النار وقفات ليه الطوموبيل. كملوا الطريق ديالهم على رجليهم حيت الشاحنه ما بقاتش بغات تخدم. وصلوا لواحد البلاصه دوزوا فيها الليل. في النهار الثاني بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد القريه، تلاقاو مع صديق سهيل وقال الاركي هنا غتكوني في امان انت وبنتك. الاركي وزينب بقاو عايشين في هذه القريه. سهيل والاركي كانوا كل مره كيخرجوا مع بعضياتهم كيتمشاو، وبدا بيناتهم اعجاب، ودازت مده وهما في هذه القريه حتى لواحد النهار الاركي اتصلت بالام ديالها، قالت ليها بلي توحشاتها وبغات تشوفها. قالت ليها الام ديالها ما تجيش لعندها للدار حيت رجال تورغول ديما مراقبينهم. قالت ليها الاركي نتلاقاو في وسط المدينه. في الليل الاركي كتودع سهيل وعطاتو براسلي الذهب كشكر ليه حيت ساعدها، ولكن سهيل ما خداش وردوا ليها. قال ليها انا ما كنساعدكش، بالمقابل، وقال ليها بلي هو اللي غيديها تشوف الام ديالها. في النهار الثاني صديق سهيل جاب لهم الطوموبيل وودعهم وشكروه وشدوا الطريق. وصلوا بالليل للمدينه وبقاو كيقلبوا على ام الاركي حتى بانت ليهم. مشات لعندها الاركي وزينب وبقات كتعنق فيهم حيت هذه سنين ما تشوفوا. الفرحه ديالهم ما كملاتش، وقف عليهم شهباز وهددهم بالمسدس يمشيوا معاه. قال الاركي فين هو العشيق ديالك؟ دخلات ام الاركي قالت لي خلينا نمشيو. قال ليها غندي زينب الكورزانك والاركي غنديها لدارها. قالت ليه الاركي خلي زينب تمشي مع الام ديالي وانا نمشي معك. شهباز قال ليها لا غندي زينب، وجر زينب لعندو. في ديك اللحظه دخل سهيل وتشاد هو وشهباز، وكل واحد فيهم طلق رصاصه ومات شهباز. سهيل قال لهم يلا، وكان غادي وكيجري وتابعينه. وقفات الاركي طاحت للارض والصدمه تصابت برصاصه. المهم حطوها في الطوموبيل وكل شيء كان حزين، خاصه بنتها زينب. ولكن مع الاسف الاركي ماتت في الطريق. هنا غيكون تسالى الفيلم ديالنا.